المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم، أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. وزيرا خارجية إريتريا وإثيوبيا يزوران الصومال. الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب تحتفل بيوبيلها الفضي. الإريتريون في دول المهجر يبحثون القضايا الوطنية. طائرات إسرائيلية تقصف غزة بعد سقوط صاروخ في بئر السبع. مقتل وإصابة عشرات من أفراد الشرطة الأفغان مع اقتراب الانتخابات. واليابان وإسبانيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. قام وزيرا خارجية إريتريا وإثيوبيا السيد عثمان صالح والدكتور ورقني كبيهو بزيارة عمل رسمية يوم أمس 17 من أكتوبر لجمهورية الصومال الاتحادية. تأتي الزيارة في إطار التعاون الدبلوماسي المتطور في المنطقة عامة، وإريتريا وإثيوبيا والصومال خاصة، وبرامج التشاور والزيارات بموجب إعلان التعاون الشامل المشترك الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاثة في 5 من سبتمبر الماضي بأسمرة. وأكد وزير خارجية إريتريا عثمان صالح وإثيوبيا ورقني كبيهو لدى لقائهما الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء حسن علي خيري ووزير الخارجية أحمد عيسى عوض بعد بحث إعلان أسمر الشامل الذي ضم تطوير كل جوانب العلاقات بين الدول الثلاثة والمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. أكدوا مجددا العهد القوي للعمل لسلام واستقرار وازدهار منطقة القرن الأفريقي، داعين المجتمع الدولي لدعم العملية التي تسير بصورة جيدة. وأوضح البيان المشترك الصادر عقب اللقاء بأن وزيرا خارجية إريتريا وإثيوبيا أكدا نيابة عن قيادتهما عن تقديم الدعم لجمهورية الصومال الاتحادية والشعب الصومالي، موضحين الإشادة ودعم بلديهما النجاحات التي حققتها الحكومة الصومالية في مجالات الاقتصاد والأمن والعملية السياسية. وكان في استقبال الوزيران لدى وصولهما مغديشو رئيس وزراء الصومال السيد حسن علي خيري ووزير الخارجية السيد أحمد عيسى عوض وغيرهم من كبار المسؤولين. احتفلت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب أمس 17 من أكتوبر بفندق أسمرة بالاس باليوبيل الفضي لتأسيسها تحت شعار عهد لمستقبل مشرق. وأوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأول قبرآب في الحفل الذي شارك فيه الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وأعضاء السلك الدبلوماسي في إريتريا وأعضاء الجمعية والضيوف أن وضع الجبهة الشعبية ضمن أولويات برامجها الوطني الديمقراطي الذي وضعته في مؤتمرها الأول عام 1977 رعاية المعاقين وأسر الشهداء، يعكس نظرتها بعيدة المدى. وأضافت أن الإعاقة تخلق ضغوطا نفسية واجتماعية إذا لم يتم العناية بها جيدا، وغزلت الجهود تبذل في إريتريا لجعل المعاقين منتجين وليس اتكاليين. وأفاد رئيس الجمعية الوطني لمعاقي الحرب الأستاذ قبر برهان إياسو في التقرير الذي قدمه عن مسيرة 25 عاما أن المعاقين متحدثين أكفاء لقضاياهم ولا يعرف أحدا أوضاعهم أكثر منهم، مؤكدا بأن الجمعية ظلت تعمل بالتعاون مع الحكومة والشركاء ليكونوا معاقي الحرب منتجين وليس اتكاليين، ولأن المهمة صعبة تواجه تحديات كبيرة يتوجب عدم تركها للحكومة وحدها ومساهمة المجتمع وتحمل مسؤولياته. وقدمت في المناسبة أوراق عمل للدكتور جابريوسوس تخلي من كلية التجارة والعلوم بعد قيح حول العمالة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعاقي الحرب، والدكتور أبا بيك فليوسوس الانتقال والانضمام الاجتماعي لمعاقي الحرب في الحياة المدنية. واستطلعت ورقتا العمل الأوضاع الاجتماعية والمعاقين والعمل وآثار الإعاقة والقبول والاستعداد النفسي للإعاقة والإعاقة والمرأة ونظرة المجتمع للمعاقين وتحديات المعاقين والجمعية. وأوصى احتفال المجتمع لتقديم الاهتمام والرعاية الجيدة للمعاقين ووضع الاعتبار للمعاقين في المباني والمؤسسات المشيدة وجعل خدمات المواصلات والصحة مجانية للمعاقين. هذا وقد تأسست الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب عام 1993 كجمعية مستقلة ولديها أكثر من 18,000 عضوا.
استثمرت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في السنوات ال25 الماضية 45.5 مليون نقفة لمعاقي الحرب بإقليم القاش بركة. أوضح ذلك مسؤول فرع الجمعية في إقليم القاش بركة السيد الشمولي ولد قرقيس لوكالة الأنباء الإريترية أن الجمعية التي تأسست في عام 1993 قامت بالاستثمار على بناء أسرة معاق يتم رعايتها من الدخل المتلقى عبر مراحل، مشيرا في الوقت ذاته إلى تأكيد فعالية ذلك الاستثمار بفضل صبر ومثابرة أولئك المناضلين، موضحا بأن تأطير الأعضاء على مستوى الأقاليم والفروع المصقرة والمجاميع من أجل سهولة المتابعة وتقوية الأنشطة الجارية بالمعاقين ذاتهم. وكان ذلك التأطير ناجحا وفعالا. وذكر السيد شمولي بأن 3400 معاق بينهم 500 معاقة يشاركون في مختلف الأنشطة الاقتصادية منضوين تحت مظلة الجمعية، مشيرا إلى أن 2140 معاق يستفيدون بشكل مباشر من ثروات الجمعية، حيث ينشطون في المخابز والطواحين والمتاجر وعربات الكارو والزراعة والتجارة، مما أدى ذلك إلى تحسين حياتهم المعيشية وجعلهم مثالا يحتذى به. وأضاف السيد شمولي قائلا إن معاقي الحرب القاطنين في المناطق البعيدة لا يستفيدون من الفرص التي تتيحها الجمعية نتيجة لعدم المعرفة الجيدة، منوها بأن الجمعية ومدركة المشاكل التي يعاني منها هؤلاء المعاقين إضافة إلى تقدمهم في السن تريد العمل لإدخال برامج تساهم في تحسين حياتهم المعيشية. وفي الختام ناشد السيد شمولي إلى منح اهتمام خاص لتوثيق البرامج التي تنفذها أو البرامج التي نفذها أولئك المعاقون الأبطال. عقد الإريتريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة وجنوب السودان والكويت سمينارات لتوسيع المعرفة بالأوضاع الراهنة في البلاد وتوضيح واجباتهم المرحلية، كما قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ألمانيا أنشطته نصف السنوية. وأوضح سفير إريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر في السمينار الذي عقده للإريتريين في أبو ظبي وضواحيها أن مرحلة السلام الحالية نتاج صمود ومثابرة الشعب وحكومة إريتريا، ويتطلب المشاركة القوية الواعية للمواطنين لدعمها وتقويتها. وقد عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي سمينارا للإريتريين في الكويت حول عملية السلام الإريترية الإثيوبية وفرص التعاون والشراكة التي فتحتها في المنطقة، داعيا لتعزيز وتنسيق وحدة الشعب والحكومة الذي وصل لهذه المرحلة بمزيد من التقدم والازدهار. في جنوب السودان عقد سفير إريتريا السيد يوهانيس تخلمكير سمينارا للشباب الإريتريين حول أهداف ومبادئ الكفاءة التنظيمية والسياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والانتصارات التي تحققت والتحديات وبرامج حركة الشباب للجبهة الشعبية. وقال إن تنظيمات الجبهة الشعبية والاتحادات الوطنية الأخرى قامت بدور رائد لتنمية الوحدة الوطنية وترسيخ الوطنية وإفشال المؤامرات متعددة الأوجه ضد الوطن ورفع الوعي وتقوية تنظيم الإريتريين. ويتوجب العمل بقوة لبناء إريتريا المتطورة المزدهرة. من جهة أخرى عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ألمانيا اجتماعه التقييمي نصف السنوي في فرانكفورت، وقيم الاجتماع الذي شارك فيه 21 فرعا مصقرا الأنشطة المنفذة ونتائجها وبحث البرامج المستقبلية. دعا مكتب التعليم في مديرية الشعب لتقوية العمل المنسق لإزالة معوقات المشاركة في التعليم. أوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ موسى آدم في الاجتماع الذي عقد لبحث العوامل المعيقة لرفع المشاركة في التعليم أن الحكومة تقوم بإرساء المدارس في جميع المناطق لخلق الفرص المتساوية، لكن حياة الترحال الرعوية أدت إلى تأخير بدء التعليم في بعض المناطق وانخفاض نسبة المشاركة. وقال إن الترحال سبب النتائج المتدنية وقلة المشاركة ومقاطعة التعليم، ودعا لتعزيز دور ومساهمة المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة للتخفيف من المشكلة. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد جابر محمد نور أن أنشطة التوعية المنتظمة أسفرت عن تحسن بدء العام الدراسي مقارنة مع الأعوام السابقة، لكنه يتطلب بذل مزيد من الجهد للوصول إلى المستوى المطلوب. وأكد المشاركون على بذل الجهد لتصحيح التأخير في بدء الدراسة بسبب الترحال الرعوي والاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية المتاحة.
هذا وتوجد في مديرية شعب 13 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، قال الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت أهدافا في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء بعد سقوط صاروخ أطلقه ناشطون من القطاع على منزل في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل. وقال مسؤول طبي لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 أشخاص نقلوا للمستشفى لإصابتهم بجروح بعد سقوط الصاروخ على المنزل. وقال سكان في قطاع غزة إن الطائرات استهدفت 8 مواقع. وقال الجيش الإسرائيلي أن صاروخا آخر انطلق من القطاع وسقط في البحر. وقال مسؤولون في وزارة الصحة بغزة إن 3 أشخاص أصيبوا في ضربة جوية إسرائيلية على معسكر تدريب في رفح بجنوب القطاع الساحلي. ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات بالغة في إسرائيل. وتتزايد التوترات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ أشهر بسبب احتجاجات أسبوعية هناك، وإطلاق نشطاء فلسطينيين بالونات وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة عبر السياج الحدودي. قال مسؤولون إن عشرات من أفراد الشرطة الأفغانية قتلوا وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات عنيفة في أقاليم بشمال البلاد ووسطها قبل أيام من الانتخابات البرلمانية التي توعد المتشددون بتعطيلها. واندلع أحدث قتال رغم تزايد الدلائل على خطوات باتجاه محادثات سلام محتملة. وبعد اجتماع في قطر الأسبوع الماضي بين مسؤولين من حركة طالبان وزلماي خليل، زاد المبعوث الأمريكي الخاص الجديد للسلام في أفغانستان. وقال نقيب الله تتار عضو المجلس المحلي في إقليم سمنكان إن 11 من أفراد الشرطة منهم نائب قائد شرطة الإقليم قتلوا وأصيب 30 بجروح عندما هاجم مقاتلون طالبان نقاط تفتيش أمنية في إحدى مقاطعات الإقليم. وأضاف أن 15 شرطيا آخرين وقعوا في أسر المقاتلين الذين استولوا على كميات كبيرة من السلاح والمركبات والمعدات. وأتابع أن طالبان تكبدت خسائر كبيرة لكنه لم يرد تفاصيل. اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. وقال أبي خلال محادثاته مع سانشيز في العاصمة الإسبانية مدريد إن البلدين سوف تتعاونان بشكل وثيق للتعامل مع مجموعة كبيرة من التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي. كما تعهد الطرفان بتعزيز نظام التجارة الحرة والمفتوحة ومكافحة جميع الممارسات التجارية غير العادلة. ورحب أبي وسانشيز بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينها إسبانيا، وتعهدا ببذل الجهود حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت. كما رأى الجانبان ضرورة الحل الفوري لقضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية القرن الماضي، والتي جعلها آبي واحدة من أهم أولوياته. وفي الخبر الأخير، أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزرائها بأنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي ما لم يتحدوا، داعية إلى إظهار الوحدة لإسكات من يضغطون عليها لإعادة النظر في استراتيجياتها لمغادرة التكتل. وحرصت ماي قبل يوم من توجهها إلى بروكسل لحضور قمة على إظهار أنها تحظى بدعم حكومتها بعدما واجهت ضغوطا من بعض أعضاء حزبها المحافظين ومن الاتحاد الأوروبي لتغيير المسار بشأن الانسحاب الذي يعد أكبر تحول في السياسة البريطانية منذ ما يربو على 40 عاما. وقالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق تشبه استحالة مسألة تربيع الدائرة، وقبل أقل من 6 أشهر من الموعد المقرر على انسحاب بريطانيا، زاد المأزق من احتمال عدم التوصل لاتفاق خروج الأمر الذي قد يعرقل حركة التجارة والسلع
يحرم خامس أكبر اقتصاد العالم من الاستثمارات. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.